بسم الله الرحمن الرحيم. من عند الزعيم رمسيس الثاني، جدنا رمسيس الثاني في أبو سمبل. بس هنا في ملحوظة عايزين نشوفوها. هتلاقي فوق رمسيس طبعا هنا ايه، رافع ايده وماسك الماعد. ماشي، الماعد اللي هي إلهة الحق والعدالة عند الفراعنة، عند المصريين القدماء. وهو رافع ايده لفوق، ده قسم، بيقسم بعدالة ماعد. قدام مين؟ قدام راح-هورختي. طبعا الراجل ده راح-هورختي، لو بصيت كده جنب رجليه هتلاقي ايه؟ أوسر. ماشي، ماعد، رع. يعني ايه ده؟ أوسر. هتلاقي علامة الأوسر تحت ايه؟ دراعه، جنب رجله اليمين، جنب رجله ايه؟ اليمين. وهنا راح-هورختي ماسك ريشه اللي هي ايه؟ ماعد. ماشي، ماعد رع. يعني ايه ده؟ يعني هنا بيجسد اسمه رمسيس الثاني، بيجسد اسمه وسر ماعد رع. هو بيقسم بعدالة ماعد قدام راح-هورختي اللي هو إله الشمس. فهنا تجسيد لاسم رمسيس الثاني. ماشي، فهنا طبعا راح-هورختي. وفوق الألقاب الملكية الخاصة برمسيس الثاني. وفوق خالص القرود رفع ايديها لفوق ابتهالا طبعا لشروق الشمس. طبعا احنا عارفين شروق الشمس هنا بيحدث مرتين كل يوم. كان في الأصل كل يوم 21 فبراير، وتحول إلى 22 فبراير. وطبعا كان في الأصل يوم 21 أكتوبر، تحول إلى 22 أكتوبر. اليومين دول اللي هو بيخش فيهم شعاع الشمس إلى قدس الأقداس، الناس قالت فيهم أقاويل كتير، اللي هو طبعا إيه؟ الزراعة والحصاد، ويوم تتويج الملك، ويوم ميلاده. الكلام ده كله ما يلزمناش. طب إيه اللي يلزمنا؟ اللي يلزمنا أي سنتيمتر في أي معبد كان في المعابد الفرعونية لازم يكون له مدلول ديني. طب أما اليومين دول خاصين بإيه؟ احنا حكينا وقلنا احنا جوه المعبد فيه 4 تماثيل. الاول راح-هورختي، يبقى شعاع الشمس لما بيدخل في الاول طبعا ده، وتوقيتا اللي هو كان 21 فبراير، ده بيدي الطاقة والقوة، ويتحد رع مع حورس ويبقى راح-هورختي بالطريقة دي. ده يوم من الايام. اليوم الثاني اللي هو 21 اكتوبر، اللي هو تحول الى 22 اكتوبر. طبعا ليه تحول كده اليوم ده؟ اليوم ده تحول لانه طبعا نتيجة تحويل المعبدين، معبد رمسيس الثاني ومع معبد زوجته نفرتاري. طبعا كانوا على بعد من هنا حوالي 200 متر تقريبا، وحاليا موقعهم اسفل بحيرة ناصر. البحيرة اللي قدامنا دي بحيرة ناصر، اسفل البحيرة حوالي 60 متر تقريبا الموقع الاصلي. وتم نقلهم وتقطيعهم ونقلهم وانقاذ معبد رمسيس الثاني ونفرتاري. فاليوم تحول من يوم 21 الى 22، سواء 21 فبراير الى 22 فبراير، سواء طبعا 21 اكتوبر الى 22 اكتوبر. طبعا هنا التماثيل الصغيرة امه وزوجته نفرتاري وامه. طبعا الاثنين على جنبين الرجلين اليمين والشمال، وهنا ابنه في النص. طبعا هنا بالنسبة لوضع